اسهل واسرع كيكه شوكولاته ممكن تجربوها بمكونات كلها موجوده في كل بيت وسريعه جدا وسهله جدا، وهنعملها في الخلاط بصوص اقتصادي وبدون استخدام اي نوع شوكولاته. هنعمل صوص اقتصادي خطير جدا بمكونات متوفره في كل بيت، وكمان الكيكه سهله وبسيطه جدا ومكوناتها متوفره في كل بيت. دي مش كيكه يا جماعه، ده جاتوه بجد، خطيره جدا، هتطلع معاكي هشه وطريه وناجحه جدا، وصوص الشوكولاته عليها خطير، وكيكه كده من الاخر بجد. هتقومي تحضريها في ثواني هتطلع معاكي في منتهى الجمال. هتعملي احلى جاتو شاتو او كيكه شوكولاته ممكن تجربوها. لو عجبتكم الوصفه اتفرجوا على الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل، ولو كنت مش مشتركه في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس. ويلا نسمي بسم الله ونبدا في المقادير. واول حاجه هنحضرها هو صوص الشوكولاته. عشان احضر صوص الشوكولاته الاقتصادي الخطير جدا دوت، هجيب كوبايه من الحليب، نص كوبايه من السكر، وهحط عليهم نص كوبايه من الكاكاو الخام، وكمان هحط عليهم معلقه صغيره من النسكافيه بطعم البندق. طبعا هو مقاطعه وكل حاجه، بس هو ده كان عندي من يعني بقاله فتره كبيره، فلو مش متاح عندك تقدري ان انت تستغني عنه. فبدات ان انا احط كل المكونات دي كده معايا في الخلاط واضربهم كويس جدا 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 لحد لما اتاكد ان السكر داب معايا. اول حاجه كده ان اتاكد ان السكر داب والمكونات اتمسكت معانا. بعد كده هجيب نص كوبايه من الزيت، اهم حاجه الزيت ما يكونش ليه اي ريحه، يكون فاتح وملهوش اي ريحه. وهبدا كده ان انا افتح الخلاط وانا مشغله معايا، وهنزل بسرسوب او خيط رفيع جدا من الزيت لحد لما القوام بتاع الشوكولاته او الصوص الشوكولاته بتاعنا يتقل، يبقى بالشكل دوت. هتلاقوا صوت الخلاط اتغير، القوام تقل معايا وبقى زي الفل. شايفين شكله عامل ازاي؟ كريمه بالظبط، عامل كده زي اي شوكولاته سبريد انت بتجيبيها من بره. هوريكم برضو قوامه كده وهو نازل من الخلاط، خطير جدا واقتصادي، ما استخدمناش اي نوع شوكولاته، يدوبك بشويه لبن وشويه سكر وشويه كاكاو عندنا في البيت. عملنا احلى صوص شوكولاته ممكن تحضريه بقى لاي وصفه انت بتحبيها. تعملي الصوص دوت وتخليه عندك في التلاجة، بيقعد معاكي، وممكن تحطيه في الفريزر بقى هيقعد معاكي يعني فترة كبيرة جدا، وتطلعيه تسيبيه يفك معاكي وبعد كده تستخدميه في اي حاجة. ده كده صوص الشوكولاته حضرته. هبدا ان انا بقى خلاص كده خدت منه الكميه اللي انا حضرتها ديت لوحدها، هبدا ان انا احطها كده في التلاجة وفي نفس الخلاط، مش هغسله ولا اي حاجه. ولو في بواقي من الصوص برضو بعمل عليها. بجيب بقى كده في نفس الخلاط كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، الحليب، كل المكونات يا جماعه تكون بدرجه حراره الغرفه. وكمان هحط عليهم نص كوبايه من الزيت، وهحط كمان 2 بيضه حجم كبير بالشكل ده. زي ما اتفقنا كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. ودوت احنا كده بنحضر خليط الكيك بتاعنا. وهبدأ كمان انزل عليه بنص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهحط كمان معلقة من الخل. ده كل زي ما اتفقنا ده كله في الخلاط، وهبدأ ان انا اضربه في الخلاط كويس جدا لحد لما اتأكد ان السكر بتاعي داب والخليط بقى معانا كريمي وهش وفاتح. بقى هنحضر مكونات الجافة. هجيب كوبايتين من الدقيق وانخلهم كويس جدا، وهجيب نص كوباية من الكاكاو، وبرضو ان انا هبدأ انخلها كويس جدا علشان لو الكاكاو فيه اي رطوبة او فيه اي تخريزات بالشكل دوت، ببدأ ان انا افكها بالشكل دوت عشان ما تبقاش مكتلة في الكيكة او تعملي تخريزات او تكتلات في الكيك. هحط كمان عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الكربوناتو او البيكنج صودا، وهبدا اقلب كل المكونات دي مع بعضها. وزي ما قلت لكم اهم حاجه ضروري جدا ان انتوا تنخلوا الدقيق كويس جدا هو والكاكاو. هقلب كل المكونات كده مع بعض كويس جدا، واتاكد ان هي كل البيكنج باودر والمواد الرافعه اتوزعت في الخليط كله. هبدا ان انا اجيب الخليط المواد السائله اللي احنا ضربناه في الخلاط كويس قوي واتاكدنا ان السكر داب معانا، وابدا انزل بيه على الخليط المواد الجافه. هبدأ كده اقلب كده، وهلاحظ ان الخليط معايا او القوام معايا تقيل جدا. هجيب بقى تلت كوباية من المية السخنة، تلت كوباية من المية السخنة. وطبعا كل المكونات اللي انتي وزنتيها بالكوباية كلهم يبقوا وزناهم بنفس النوع الكوباية او نفس حجم الكوباية، علشان المكونات او المقادير تطلع معاكم مظبوطة. حطيت كده التلت كوبايه من الميه، وابدا ان انا اقلب. هو ده كده قوام الكيك المثالي اللي احنا عايزينه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هو ده كده القوام المظبوط اللي هيطلع احلى
كيكه ممكن تجربوها. اجيب بقى الصينيه بتاعتي اي بقى شكل انتي حباه، قالب، مستطيل، مدور، قلب، اللي موجوده عندك، اي صينيه ألمونيا. ببدا ان انا كده اديها كده، ادهنها بالزيت وببطنها بالدقيق كويس قوي، بشيل اي دقيق زياده وبحط الخليط فيه. وطبعا الفرن تكون متسخنه من قبليها، هتدخل على درجه حراره 180، بتاخد من 30 ل 35 دقيقه. قبل ما تطلع بختبرها بالعود الخشبي، لو طلع فيه اي عجين ببدا ان انا اسيبها 5 دقايق تاني في الفرن. لكن لو طلع نضيف معانا زي ما انا هختبرها معاكم دلوقتي، بنبدا ان احنا نطلعها من الفرن. وزي ما انتم شايفين الكيكه ما شاء الله هشه مرتفعه وحلوه جدا جدا. شايفين شكلها؟ هبدا بقى كده ان انا اسيبها تبرد. انا مش عايزاها تبرد تماما، انا عايزاها تبقى دافيه. اثناء ما هي بتكون دافيه كده ببدا ان انا اجيب صوص الشوكولاته. ليه عايزاها تكون دافيه؟ عشان اول ما احط عليها صوص الشوكولاته تبدا ان هي تتشرب منه، وتبدا ان هي تاخد طعم ونكهه صوص الشوكولاته الخطير اللي احنا عاملينه دوت. فتبقى الكيكه من جوه اصلا متشربه بالصوص نفسه. ليه؟ علشان احنا حطينا عليها الصوص وهي دافيه او هي سخنه، بس ما تكونش سخنه جدا وهي طالعه من الفرن. نسيبها بس ايه 5 دقايق كده تهدى، وبعد كده نحط عليها الصوص بتاعنا. هبدأ كده انزل بيه الصوص، وابدأ ان انا اوزعه كويس جدا بالشكل ده على الكيكة كلها. وبالشكل دوت بسيبها بقى كده لحد لما تبرد معايا. بعد كده ببدأ ان انا اقطعها معايا على شكل كده جاتو، اي تقطيعة بقى انتي حباه، بتبقى خطيرة جدا وسريعة، وعملتي حاجة لولادك سهلة وسريعة كده ومبتاخدش وقت، وفي ثواني حضرناها. انا حبيت كده ادلع الموضوع شوية، فحطيت كده زينتها كده بعين الجمل من فوق، عشان كده تدينا شكل وطعم كمان جميل، وكمان يعني الكل هيحبها اصلا. زي ما قلت لكم سهله وبسيطه. وشايفين بقى شكلها من جوه عامله ازاي؟ هشه ما شاء الله، مرتفعه وحلوه جدا ولونها حلو، وكمان مستويه التسويه المظبوطه بتاعتها. زي ما قلت لكم من 30 ل 35 دقيقه تطلع معاكم في منتهى الجمال. هوريكم برده كده واحنا بنقطعها من جوه قد ايه هي خطيره وقد ايه هي ممتازه. بجد احلى كيكه شوكولاته اقتصاديه بمقادير متوفره في كل بيت، ممكن تجربوها. خطيره جدا وناجحه جدا. قومي يلا حضريها انت وهي، وهتحضريها في ثواني. حاجه حلوه وسريعه، وطبعا الشوكولاته ما بيختلفش عليها اتنين. يا رب ان شاء الله وصفه النهارده كيكه الشوكولاته تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.